أيها الأصدقاء، تعالوا معي في رحلة عبر الزمن إلى عصور الفلاسفة العظماء، حيث تتلاقى الأفكار وتتشابك القيم في عالم مليء بالحكمة والبحث الدائم عن الحقيقة. اليوم سنغوص في حياة أحد أعظم الفلاسفة الذين عرفتهم البشرية، أفلاطون. دعونا نتعرف على هذا الرجل الذي غير مجرى الفكر الفلسفي، وكيف أثر في العالم من خلال رؤاه العميقة وتفكيره الثاقب. ولكن قبل أن نبدأ، تخيلوا أنكم تقفون في قلب أثينا القديمة، حيث تشعل الأفكار العظيمة وتناقش القضايا الكبرى في ظل معابدها وقصورها. تخيلوا أنكم تسمعون صوت أفلاطون وهو يتحدث عن عالم المثل الخالدة، ويكشف عن أسرار العدالة والجمال في حواراته الفلسفية. ستكتشفون كيف أثرت كلماته في الأجيال المقبلة، وكيف شكلت فلسفته فهمنا للوجود والعدالة. استعدوا، فهذه ليست مجرد قصة عن فيلسوف، بل هي رحلة إلى أعماق العقل البشري والتفكير العميق. في أفق أثينا القديمة، حيث أشرقت شمس الفلسفة على ألوان الحياة، ولد طفل يدعى أفلاطون في عام 427 قبل الميلاد. كان منزل أفلاطون من بيوت النبلاء، وقد كتب له أن يكون شاهداً على فترة من أروع فترات التاريخ الفكري. نشأ في ظل عائلة نبيلة، وكان من المؤكد أن مستقبله سيكون مشرقاً، ولكن ما لم يكن متوقعاً هو أن هذا الطفل سيكون في يوم من الأيام أحد أعظم الفلاسفة في التاريخ. كان أفلاطون في سن الشباب مليئاً بالطموح والعقل المتفتح. ارتاد المدارس التي كانت تعلم الأدب والموسيقى والرياضيات، بيد أن هناك شيئاً خاصاً دفعه للبحث عن أعمق معاني الحياة، الفلسفة. وفي إحدى جلسات النقاشية تقاطع مصيره مع سقراط، الفيلسوف الذي كان له تأثير عميق على حياته. سقراط الذي كان يعتبر في نظر أفلاطون نموذجاً للبحث عن الحقيقة والعدالة، أصبح معلمه وصديقه. عبر أحاديثه زرع سقراط في أفلاطون حب التفكير النقدي والاستفسار عن القيم الأخلاقية والعدالة. كان أفلاطون ينصت باهتمام إلى أسئلة سقراط العميقة التي تثير التفكير وتدفعه للتساؤل عن طبيعة المعرفة والوجود. بعد وفاة سقراط المأساوية، غمر الحزن قلب أفلاطون، ولكنه قرر أن يستمر في إرث معلمه. سافر إلى أماكن مختلفة، درس وتعلم من الفلاسفة الآخرين، وعاد إلى أثينا بتصميم قوي على إحداث تغيير. وفي عام 387 قبل الميلاد أسس أفلاطون أكاديميته الشهيرة في أثينا، التي أصبحت مركزاً تعليمياً يتداول فيه الأفكار الفلسفية والرياضية والفلكية. كانت الأكاديمية مكاناً يجتمع فيه المفكرون لمناقشة الأفكار العميقة ولتطوير الفكر الفلسفي. تحت سقف هذه المؤسسة، ألهم أفلاطون الأجيال القادمة بالتفكير النقدي واستكشاف العوالم المادية وغير المادية. في قلب فلسفة أفلاطون كانت نظرية المثل أو نظرية الأفكار. اعتبر أفلاطون أن العالم الذي نراه هو مجرد انعكاس للعالم الحقيقي الذي هو عالم المثل الخالدة. في هذا العالم المثالي توجد الأشكال الأصلية لكل شيء، مثل العدالة والجمال والخير. وتوصل أفلاطون إلى أن معرفة هذه المثل تأتي من التأمل والتفكر العميق، وليس من التجربة الحسية. من بين أعماله البارزة كانت الجمهورية، حيث طرح فيها رؤيته لدولة مثالية يحكمها الفلاسفة الملوك. في هذه الدولة يكون الفلاسفة قادة لأنهم الأقدر على فهم الحقيقة والعدالة، وبالتالي يتمكنون من إدارة الدولة بنزاهة وحكمة. كانت كلمات أفلاطون محملة بالحكمة والتأمل. قال: العدالة هي فضيلة النفس، مشيراً إلى أن العدالة ليست مجرد سلوك خارجي، بل هي حالة داخلية تعكس توازن النفس. وفي لحظة أخرى أكد: أريد أن أكون إنساناً لا ملائكة، مشيراً إلى أن البشر يجب أن يسعوا للعيش حياة طبيعية وعملية تتماشى مع طبيعتهم البشرية. مرت سنوات وتوفي أفلاطون حوالي عام 347 قبل الميلاد، ولكن إرثه ظل حياً في قلوب الباحثين والمفكرين. أكاديميته استمرت في التأثير على الفلسفة الغربية لقرون قادمة، وأفكاره حول العدالة والمعرفة والحقيقة والجمال لا تزال تدرس وتناقش حتى يومنا هذا. إن حياة أفلاطون كانت رحلة طويلة من البحث والتأمل والتعلم. كانت فلسفته بمثابة الضوء الذي ينير دروب الفكر البشري ويحفز الناس على السعي وراء الحقيقة والجمال. آمل أن تكون هذه الرواية قد أعجبتك. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لتصلك أحدث الحلقات من رحلاتنا الفلسفية والقصص المثيرة. دعمك يساعدنا على تقديم المزيد من المحتوى الرائع لك.